سعدون، سعدون رد عليا يا سعدون. بقول لك سيبك من الموزه دي دلوقتي ورد عليا. سؤال بس، هو سياده الموسيقار شغال ايه دلوقتي؟ بلوجر؟ انفلونسر؟ شغال ايه يا عم الحاج؟ طب رئيس الزمالك ولا لا؟ ما ترد عليا يا سعدون. يا سعدون، يا سعدون، ده بيطلع بيعمل فيديوهات اكتر مني انا شخصيا. يا سعدون رد يا سعدون. يا عم سيبك من الموزه دي. يا عم ده فضح امام عاشور وطفشه وسرح اللجنه الفنيه، وكمان ما عتقش جمهور الزمالك زي كل مره. ايه رايك يا سعدون؟ يا سعدون اركن انت يا سعدون. يا جماعه، هو مرتضى احنا ملناش شغلانه غير مرتضى منصور ولا ايه؟ يا عم ده بيطلع بفيديوهات اكتر مني انا، والله ده بيطلع بفيديوهات اكتر من اي حد بيعمل فيديوهات حضرتك. المهم بس قبل ما نبتدي في الفيديو الجامد ده، لو اول مره تشوفنا وما اشتركتش في القناه انزل بسرعه اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وما تنساش تفعل زرار اللايك بقى بايدك. عايزين نوصل بالفيديو ده ل 10000 مشاهده بالله عليك يا عم، بالله عليك يا جماعه. يا جماعه وربنا كفايه ضحك، كفايه ضحك بقى يا جماعه، والله ده كل يوم ضحك اكتر من اللي قبله. بانوراما كوميدي، بانوراما كوميدي حتى السماله. امبارح يا عم مرتضى منصور طالع يقول لك والد مرات امام عاشور. يا نهار لفه. ماله يا عم الحاج؟ قال لك اصله كوافير الاسره. يا عم احنا مالنا؟ احنا كوافير الاسره ولا طباخ الاسره ولا احنا مالنا حضرتك؟ قال لك كلمني ماشي، وقال لي انسى من اي حاجه بقى امام، هجيب لك امام عاشور ونقعد نتكلم وندردش مع بعض تمام، وبص كل حاجه هتتحل ان شاء الله ماشي تمام. قلت له يا باشا تعالى. بعديها بشويه اتصل بيا وقال لي امام عاشور جاب لي مراته البيت وقال لي خليها عندك. يا نهار اسود منيل. مراته؟ طب ومراته بقى لها يا لمبي؟ مرات امام عاشور بقى لها يا عم الحاج؟ امام عاشور ساب مراته لابوها، قال لها اركني انت دلوقتي انا ماليش فيه، واي حد عايز يتكلم معايا يتكلم مع وكيلي. يا جماعه ما هو الراجل عنده حق، الراجل عنده حق يا جماعه. طب احنا ليه بندخل امام عاشور ومراته وابوها كوافير ولا طباخ في الليله؟ هو في ايه يا عم الحاج؟ ليه الفضايح دي حضرتك؟ ماله؟ ما الواد كان عايش كويس، ماله ليه ندخل الاسره ونقول الحوارات دي كلها؟ احنا مالنا احنا بمرات امام عاشور ومالنا بابوها؟ والبنت يا عين الغلبانه دي مالها برضو ترجع كده بيت ابوها والراجل يسيبها؟ ليه الفضايح دي حضرتك؟ هو انت كل يوم يا عم، هو انت بلوجر؟ بسم الله ما شاء بلوجر حضرتك، بتعمل فلوج كل يوم في حته شكل بفيديو شكل. ايه يا عم الحاج؟ الناس دي ذنبها ايه حضرتك؟ الناس دي يعني ذنبها ايه؟ وبعدين بقى يطلع يقول لك ايه؟ اصل يعني امام عاشور على فكره كان في ميعاد وما جاش. كان في ميعاد وما جاش وخلاص بقى كده خلصت حاجتي من عند جارتي. يا عم ما جاش، ده انت قبلها بيوم قلت ان كان في ميعاد مع امام عاشور وانا ما استعنتش وما روحتش. طب ممكن بس هو مين اللي ما راحش يا جماعه؟ امام عاشور اللي ما راحش ولا مرتضى اللي ما راح ولا الاثنين ما راحوش؟ هم تقريبا الاثنين ما راحوش. الاثنين ما راحوش، لا مرتضى راح ولا امام عاشور جه. ايه حضرتك؟ الواد طفش، الواد خلاص كده طفش. احنا اهو كاهلاويه كنا بنقول ممكن امام عاشور يجي الاهلي ومضى تمام، واحنا كنا بنقول امام عاشور اهلاوي ولا زملكاوي. خلاص حضرتك تمام كده امام عاشور في الزمالك فيستك، خلاص الواد طفش واتفضح وفضحته باجت بجلاجل. والناحيه الثانيه جماهير الاهلي حقها يا باشا قاعده في المدرجات وبتقول لك مش عايزينه وبقى صالح سليم، احنا صالح سليم ومش عايزينه. اركن على جنب. الواد دلوقتي بقى واقف في الاوفسايد، لا في اهلي ولا زمالك. اما نشوف بقى حضرتك حوار بيراميدز ده هيرسى على ايه بقى يعني. وبعدين يعني ليه حضرتك الفضايح دي يا عم الحاج؟ يا نهار اسود ومنيل عليا النعمه يا جماعه. بانوراما كوميدي، بانوراما كوميدي. وتفتكر بقى بانوراما كوميدي تخلص على كده؟ لا خالص. ده حضرتك بقى النهارده طلع قلب على خالد الغندور تمام، قال لك بقول لك ايه، اللجنه الفنيه ولجنه الكره انا سرحتهم. حضرتك سرحتهم بأمارة ايه؟ ممكن اسال سؤال؟ هو حضرتك رئيس النادي دلوقتي؟ هو مين يا جماعه اللي ماسك نادي الزمالك؟ بس سؤال والله، انا مش زملكاوي بس سؤال، مين اللي ماسك نادي الزمالك دلوقتي؟ مرتضى منصور ولا يعني واحد شبه مرتضى منصور ولا في لجنه فنيه؟ طب حضرتك ما هي اللجنه الفنيه اتسرحت النهارده، قال لك احنا سرحنا اللجنه الفنيه وسرحنا لجنه الكره ومش محتاجينهم. ليه يا عم الحاج؟ في حصل ايه يا برنس؟ قال لك اصل خالد الغندور عامل لنا مشاكل، بيقعد كل شويه يقول اخبار على صفحته وعامل لنا مشاكل.
خالد الغندور، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خالد الغندور يا راجل، ده الطبله فين الطبله؟ طيب يا عم الحاج، خالد الغندور ايه اللي عامل لك مشاكل يا عم الحاج؟ ده اكتر واحد بيطبل لك واكتر واحد بيدافع عنك. تقلب على الراجل كده في لحظه؟ صحيت الصبح كده تقلب على الراجل؟ ويا ريت تقلب على الراجل وخلاص، ده انت تقلب على الراجل وكمان اللجنه الفنيه. طب كابتن ميدو اللي من شهر قاعد يعني مع امير مرتضى وقال لك ده في خطه وهنطور نادي الزمالك ونادي الزمالك الى العالميه، فين ما عداش شهر وبقى في المهلبيه. ايه يا عم الحاج، هو في ايه يابا؟ لا اله الا الله، مش هنخلص من ركنه العربيه لامام عاشور لخالد الغندور، ويا ريت كل حاجه بتخلص يا جدعان، والله العظيم ما فيش حاجه بتخلص، كل يوم احداث جديده، واوعى تغمض عينيك، روتانا سينما اوعى تغمض عينيك. وبعدين بقى تفتكر هي خلصت كده؟ يا نهار ابيض، ده لسه في تاني حضرتك، ها ده ولا انت هلا ايوه جمهور الزمالك، العيال بتوع بقى جمهور الزمالك دول، ها ماشي، اللي عايزين امام عاشور، اركن يا ابني بقى انت على جنب، اركن بقى يا ابني على جنب، ما تيجوا تديروا انتوا النادي، بيقول لك ما تيجي انتوا تديروا النادي مكانه يا جماعه. ما هو برضو انت اللي بيدير النادي ولا مين؟ ما هي ما حدش عارف حضرتك مين اللي بيدير النادي، مين اللي بيدير النادي؟ ها هو انت ما فيش اي مناسبه غير لما تاخد جمهور الزمالك في وشك؟ يا عم انا اهلاوي، والله العظيم 3 اهلاوي، بس حرام يا جدعان اللي بيحصل ده. احنا بسم الله ما شاء الله بنعمل، انت بسم الله ما شاء الله خلتنا يعني بنعمل فيديوهات كل 3 دقايق. ايه يا عم الحاج؟ قال لك اللي عايز امام عاشور، هو انتوا اللي هتديروا النادي؟ يلا يا ابني منك ليه يا ابني، يلا يا ابني منك ليه، انت رايح فين انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ مش امام عاشور ده ما احنا اتغلبنا 6 ماتشات ومعانا امام عاشور. طب ما انت قلت اهو ان انتوا اتغلبتوا 6 ماتشات ومعانا امام عاشور، يعني ما اتغلبتش عشان المؤامره وما اتغلبتش عشان التحكيم. انت اللي قلت اهو بتتغلب عادي، اي فرقه بتتغلب عادي، تمام. دلوقتي تقول ايه امام عاشور، وبعدين امام عاشور هو مش انت اللي مشيته حضرتك؟ ما انت اللي مشيته يابا، عايزه ليه تاني؟ وبعدين هو يعني الباب مفتوح قصاد امام عاشور، هو حضرتك معاك 4 مليون يورو، معاك 4 مليون يورو تدفعهم علشان امام عاشور ونادي ميتلاند، حضرتك معاك كل الكلام ده انت عليك مشاكل الدنيا والاخره ولشبونه، وفي ايقاف فترات قيد، وفي بلاوي زرقاء جايه في السكه، تمام. هو اي هتش في الهلس وخلاص يعني يا جماعه؟ هو كل يوم بسم الله ما شاء الله افيه جديد، كل يوم افيه جديد، كل يوم افيه جديد، مش هنخلص من الافيهات يا جدعان. ده سعدون زهق، خد يا سعدون ما تنامش، خد يا حبيبي، خد يا حبيبي ما تنامش يا ابني، رايح سعدون نام يا جماعه خلاص، سعدون زهق، حتى سعدون زهق يا جماعه، لا اله الا الله. سياده الموسيقار يا جماعه بقى بص بسم الله ما شاء الله، تقول يوتيوبر بلوجر انفلونسر، بسم الله ما شاء الله، الراجل عامل ريتش زي الفل على اليوتيوب وكل منصات السوشيال ميديا، وربنا يوفقه ويوفقنا جميعا يا جماعه باذن الله.